40 سنة من الحرب والدم بين أولاد عمومة، والسبب ناقة. خلنا نرجع للزمن لأيام الجاهلية، في قبيلتين كبار، بكر وتغلب، وفي وحدة اسمها البسوس من قبيلة بكر. صارت تزور أهلها وياهم ناقة اسمها سراب، وهاي الناقة طلعت من أرض القبيلة ودشت أرض كليب بن ربيعة زعيم قبيلة تغلب. وكليب كان مغرور ومتكبر، ويوم شاف الناقة في أرضه قام وذبحها. وهني يا جساس بن مرة ولد أخت البسوس وولد عم كليب عصب ويته حمية الجاهلية وقتل كليب. وهني الدنيا ولعت وظهر الزير سالم اللي هو شاعر وفارس ومشهور بفروسيته، وحلف إنه ما يرتاح لين ما ياخذ ثار أخوه شرف قبيلته. بس نقول الصدق إن الحرب ما كانت عناقة، الناقة هي كانت الشرارة، ولكن تحت الرماد كان في تكبر وثأر وعناد قبلي. وبسبب هالعناد ورفض السماع للعقلاء بالصلح استمرت 40 سنة، كان الدمار على الكل. هذا اللي تعلمناه في درس النصوص في الصف 11 من المنهج الإمارات. ولو كنتوا تعرفون وصية كليب حق أخوه الزير تبولي في التعليقات.